في جمل أول ما بتتقال بتحس إنها كسرت جواك حاجة مش هتتصلح. جمل مش صريحة بالرفض، بس بتوجع أكتر من الرفض نفسه. زي لما اللي بتحبه يقولك أنا مرتاح معاك بس مش بحس باللي المفروض أحسه. الكلمة دي بتشل، تخليك واقف قدام نفسك تسأل إزاي أكون أنا الأمان ومش أكون الحبيب؟ إزاي أكون الحضن اللي يريح بس مش القلب اللي بيدق؟ بنت بتحكي: بعد خطوبة 2 كنت عايشة عشانه، أصحى بدري أبعت له رسالة صباح الخير، أفتكر كل تفصيلة بيحبها. حتى لما يكلمني آخر الليل بالصوت تعبان كنت بسهر معاه وهون عليه. كنت بدي من غير حساب، حب واهتمام ووقت، وعمري ما كنت بستنى مقابل. بس بمرور الوقت بدأت أحس إن في حاجة ناقصة. هو موجود بس مش معايا، بيرد عليا بس من غير روح. وفي يوم وهو ماسك إيدي قال لي الكلمة دي: انتي غالية قوي وأنا مرتاح معاكي بس مش حاسس باللي لازم أحسه. في اللحظة دي حسيت إن الأرض اتشالت من تحت رجلي. إزاي بعد كل ده أكون مجرد راحة مش حب؟ كنت حاسس إني لقيت نص التاني، كنت السند ليها في كل حاجة، مشاكلها، شغلها، حتى ضغوط بيتها. عمري ما اتأخرت عنها، بالعكس كنت بديها من وقتي وطاقتي ومستقبلي. كنت بشوفها مراتي وأم ولادي. وفي يوم بعد خروجة طويلة وهي ساكتة معظم الوقت قالت لي: أنت أطيب وأجدع إنسان، وجودك في حياتي مهم، بس قلبي مش بيحبك الحب اللي أنت مستنيه. الكلمة دي نزلت عليا زي خنجر. حسيت إني كنت بدي حياتي لحد شايفني مجرد محطة أمان مش حب. اللي بيحصل هنا علم النفس بيسميه الانفصال العاطفي، مرحلة من مراحل الحب. الحب في بدايته بيبقى نار ولهفة وشغف. مع الوقت ممكن النار دي تهدى وتتحول لعشرة وراحة، بس الخطر لما الشرارة دي تختفي تماماً ويتحول الحب لعلاقة من طرف واحد، طرف حابب يعيش على الراحة وطرف تاني بيتعذب بالفراغ. وتفضل تسمع كلمات زي أنت غالي قوي أو أنا مرتاح معاك، لكن مفيش قلب، مفيش شغف. طب والحل؟ أول حاجة، افهم إن الموضوع مش نقص فيك. المشاعر أحياناً بتنتهي ببساطة، وده مش تقليل منك. تاني حاجة، ما تقبلش تعيش نص علاقة. نص حب معناه وجع كامل. تالت حاجة، لازم تاخد خطوة البعد. طول ما انت موجود في علاقة ناقصة عمرك ما هتدي لنفسك فرصة تلاقي الحب اللي يليق بيك. رابع حاجة، ارجع لنفسك، مارس هواياتك، اقعد مع ناس بتحبك بصدق، ابني حياتك على ايدك مش على انتظار حب ناقص. واوعى تنسى، انت تستاهل علاقة كاملة، حد يشوفك أول وأهم حاجة في حياته، يحسسك بالحب والشغف والاهتمام، مش مجرد كلمة أنا مرتاح معاك من غير قلب. يمكن القرار صعب، لكن الأصعب إنك تفضل عايش في حضن بارد، لأنك تستحق حب حقيقي، مش نص حب ونص وجع. قولي في الكومنت، هل الجملة دي اتقالت لك قبل كده أو سمعتها في علاقة حواليك؟